السلام عليكم اخوان، جيسبر تكونوا مزيان. جيناكم فيديو جديد. اليوم غنهضروا على الماتش ديال المغرب كونتر نيجيريا، ونشوفوا التكتيك اللي غيدخل فيه المنتخب النيجيري، ونشوفوا نقاط القوة ونقاط الضعف ديالهم باش نفسروا لكم الامور ببساطة، ويكون ان شاء الله الاداء ديال المنتخب الوطني ينال الاعجاب ديالنا، ونتاهلوا ان شاء الله للنهائي، ويكون ان شاء الله الكاس يبقى ديالنا ويبقى في المغرب. الوغ ندوزو للتكتيك اوتوماتيكمون باش نشرحوه بواحد الطريقه سلسه ونفهموا الناس كاع كيفاش كيلعب المنتخب النيجيري وكيفاش تغلب على المنتخب الجزائري. الوغ التكتيك باش كيدخل المنتخب النيجيري كيف ما كتشوفوا هو هذا، كيلعب بخطه ديال 4 4 2 3 1، 4 2 3 1. وفي بعض الاحيان ملي كيكون عليه الضغط كيدخل بالخطه ديال 4-3-3، يعني كينهج نفس الطريقة ديال بناء الهجمات، وكذلك نفس الطريقة والخطة ديال المنتخب الوطني المغربي. كيفاش كيعتمد المنتخب النيجيري بطريقة اللعب ديالو وكيفاش كيبني الهجمات، كتكون بهذه الطريقة هذه كيف ما غنشوفوا هنايا. كيعتمد بالخصوص في الضغط ديالو. الدقائق الاولى غالبا كتكون 10 دقائق الاولى ولا 15 دقيقه الاولى اللي كيفرض الضغط ديالو على جميع المنتخبات باش كيكسب الرهان ديال المباراه، وكيحاول ما امكن انه يبقى مسيطر في الماتش كامل. كيف ما غنوريكم هنا الاخوان، غادي نديروا بعدا الخطه، نرجعوا الخطه اللي كينهج المنتخب النيجيري: 4 4 3 2 1، 4 4 2 1، 4 2 3 1. هي هذه الخطه الاخوان. الخطة كيف ما شفتوا هي هذه، وكيعتمد بالقوة ديالو على الكرات العالية والضغط واللياقة البدنية ديال اللاعبين ديالهم والسرعة ديالهم، اللي كتكون هي اللي كتفرض الضغط وكتفرض الريتم ديال المباراة ديالهم على المنتخبات الخصم. في الهجمات كيعتمدوا بهذه الطريقة هذه على الكرات الطويلة، غالبا الكرات الطويلة كيف ما كتشوفوا غالبا في أغلب الهجمات ديالهم. وكذلك الوسط الميدان ديالهم كيحاولوا انهم هما يكسبوا الكره اكثر من اي فريق. وغالبا عاوتاني كيعتمدوا في السرعات ديالهم هنا. الاجنحه كيف ما كتشوفوا، الاجنحه كتكون سريعه جدا، كيعتمدوا بالسرعه ديالهم باش يديروا تمريرات الاوسيمان اللي تكون سهله عبر السونتراج ولا التمرير بطريقه سهله. كيف ما كتشوفوا هنا البناء ديال الهجمات كيكون عن طريق الاجنحه. كيف ما قلنا الاجنحه ديالهم كيكون كيف ما كتشوفوا هنايا عن طريق الهجوم بهذه الطريقه هذه. عفوا، الاجنحه كيكونوا هما الاسلحه القويه ديال المنتخب النيجيري، اللي كيكونوا غالبا هما نقاط القوه. وكذلك كيف ما قلنا الكرات الطويلة اللي كيعتمدوا بها بشكل كبير، وهما اللي ضغطوا بهم على المنتخب الجزائري، وكسبوا كاع الرهانات ديال الكرات والكرات الفردية كذلك. يعني كاع الالتحامات الفردية كسباتها المنتخب النيجيري كونتر الجيري، وكذلك الكرات العالية كانت ديولهم، وكذلك الريتم اللي فرضات نيجيريا على المنتخب الجزائري اللي كان هو السبب ديال الهزيمة ديال المنتخب الجزائري في المباراة. كيفاش المنتخب يقدر يربح المنتخب النيجيري؟ شنو هي الخطة اللي غادي يجب النهج ديالها باش نربحوا حنا المنتخب النيجيري؟ اجي معايا تشوفوا باش نوريكم الطريقة اللي خصنا نربحوا بها حنا المنتخب النيجيري. فوالا كيف ما كتشوفوا هذه الخطة ديال المنتخب المغربي، كيف العادة كيلعب ب 4-3-3. وكذلك كاينه الخطة اللي معروفة على وليد الركراكي اللي كتكون كالشكل الآتي، اللي هي 4-1-4-1. شوفوا الخطة باش نحطوها لكم عن كتاب: 4-1. فوالا الإخوان، هذه هي الخطة اللي كينهج وليد الركراكي: 4-1-4-1.
إلا بغينا نفرضوا الضغط ديالنا ونربحوا الماتش، يجب على المنتخب الوطني الفوز بالكرات الفردية وكذلك الضغط في وسط الميدان. الضغط في وسط الميدان اللي هو غادي يخرج المنتخب النيجيري، حيت عندهم نقاط ضعف في وسط الميدان ثقيل، كذلك الكرات وراء الظهر ديال المدافعين، وكذلك يجب أخذ المبادرة والحفاظ على الكرة أكثر وقت ممكن. علاش؟ حيت إلا فرضتي أنت النيفو ديالك ولا فرضتي الريتم ديالك على المنتخب النيجيري، المنتخب النيجيري اوتوماتيكمون كيخرج من المقابلة، وغالبا وسط الميدان عندهم كيف ما قلت لكم كيخرج يحاول أنه يلعب الكرة وكيخلي فراغات في وراء الظهر ديالو. كيف ما عرفنا كاملين أن المنتخب النيجيري اللي شفنا في الماتش ديال تونس وشفنا حتى في الماتش ديال الجزائر، اللي في الدقيقة 50 الدقيقة 60 كيبان لك النيفو ديال اللعابة والبيرفورمانس ديالهم والباتري ديالهم بدا كيفابليز، يعني كينقص، كتنقص الطراوه البدنيه ديالهم، كيبان لك النيفو ديال اللعابه بدا كينقص، اللعابه بحال كيعياو، يعني كيدخلوا في العيا. الوغ ملي غتفرض انت الريتم ديالك وغتلعب بالكره وغتخرجهم يلعبوا معاك الكره وغتفرض عليهم كيف ما قلت لك الريتم ديالك، غادي تقدر تاخذ المباراة وغادي تقدر تربح. وكذلك عندهم هما مشاكل في الدفاع اللي واضحة جدا، كيف ما كيوصلوا للدقيقة 60 الدقيقة 50 كيبان لك انهم كيخرجوا يحاولوا يلعبوا معاك الكرة، غالبا الا تمارك عليهم بيت غادي يخرجوا معاك يلعبوا الكرة وغادي يخليو فراغات، وهذوك الفراغات يجب على المنتخب الوطني يستغلهم ويحاول ما امكن ان الفينيش يكون عندهم دقيق 100%. حيت الا مشيتي تا زقلتي عليهم محاولات تقدر تضيع نتايا، وهما ما كيستغلوش، هما ما كيضيعوش الفرص وكيستغلوا انسب الفرص. كان هذا هو الاخوان الفيديو ديالنا، شرحنا بعض نقاط الضعف ديال المنتخب النيجيري، كانوا صراحة باينين في المباراة ديالهم كونتر تونس وكونتر الجيري. غير هو المنتخب الجزائري كان ضعيف بزاف اللي ما قدرش يواجههم ويوصل معهم الريتم ديالهم وكذلك الحكم تا هو دار الخدمة ديالو. كنتمنى الاخوان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كانت هذه ملخص صغير على الخطة ديال المنتخب النيجيري والتكتيك باش كيلعب، وغالبا هذا هو التكتيك اللي كاين حاليا ديالهم. كنتمنى الفيديو الاخوان يكون نال الاعجاب ديالكم، اللي ما مابونيش تابونا وتخليو لنا التعاليق ديالكم والراي ديالكم راه كيهمنا. وشنو هو احسن لاعب عندهم؟ هذا هو السؤال ديال الحلقة، شنو هو احسن لاعب عند المنتخب النيجيري اللي حاليا كتشوفوا انه يكون خطير على المنتخب المغربي ويكون خطير على دفاعات المنتخب؟